الو. ماما، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ بقول لك يا ماما، والنبي انا كنت عايز اتجوز. ايوه يا ماما، ده كان زمان، يعني النهارده انا عايز اتجوز. مالي في ايه؟ والله يا ماما انا صاحي من النوم كده مش عارف، سخن ومهايبر. حتى اتمرن كتير قوي، مش فاهم ليه، يعني مش عارف ليه. بس ها، صوتك شن ليه؟ يا ماما، انا صوتك شن ليه؟ يا ماما انت مخلفها سوسن، انت مخلفها راجل يا ماما، راجل. طب بقول لك يا ماما والنبي ما تشوفيني انت طنط سعاد. اتجوزت؟ طب بنت سان سوريا؟ هي دي كمان اتجوزت؟ هم كلهم جايين يتجوزوا دلوقتي؟ ما تشوفي لي غاده ولا هدى ولا بنت عم ابراهيم بتاع كشك السجاير اللي على باب الشارع، اي حد. هو انت يعني جاي تدوري على خير دلوقتي يا اما؟ بقول لك يا ماما، هو انت فاكره ام محمود؟ ام محمود. ايوه يا ماما، انا عارف ان احنا جوزنا بنتها، انا ما اقصدش بنتها، لا اقصد ام محمود نفسها. يا ماما، اهدي اهدي، ايه انا ست حلوه وكبيره يعني. خلاص 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 يا ماما، انا عايز اتجوز، الحقيني بقى، اغنيها لك، اطبلها لك، ازمرها لك. ما انت كنت عامل لي عروض اتجوز ديت وخد واحده عليها هديه، يا اما راح فين الكلام ده؟ خلاص يا اما انا هتصرف انا. لا انا هتصرف انا يا ماما. لا يا حبيبي، لا ولا يهمك. ماشي. سلام انت، سلام. ماشي. خلاص تمام انا. ايه ايه يا عم، في ايه بص لي كده؟ ايه يا عم، في إيه وانا كلمتك؟ ايه مالك، في ايه؟ يتسترون يا باشا الهرمونات وزيد الرجولة، يا اللي أول ما تعلى صوتي يبقى قرار ومشيتي من نار، يا سندي وقت الضعف، يا نهار تظهر في الشجاعة، يا اللي كل نبضة بتفكرني إني لسه قادر وعايش. أنت لو تزعل دقيقة يبقى رحت فيها، ولو ترضى عني شوية يا عيني عليا ويا عجبان. حوالي 95% من التسترون بيتصنع في الخصيتين والباقي بيتصنع في الغده الكظريه. يا كظر، انا حاسس ان انا في درس العلوم بتاع ثالثه اعدادي يا مراهق انت اهو. بيعمل ايه التسترون ده يا ابو حميد؟ هو انا موجود ليه يعني يا صديقي؟ ما انا هقول لك. تطور اعضاء التناسليه الذكريه، واخد لي بالك انت، وزياده قوه وكتله العضلات، زياده كثافه العظام والطاقه العامه، وبيزود من الرغبه الجنسيه وعدد الحيوانات المنويه. قدرتك في اتخاذ القرارات بتبقى اعلى، ونبره صوتك بتخشن كده وتبقى حلوه. والتستيرون عند البنات يا صديقي بيزود من الطاقه العامه والرغبه الجنسيه، ولان الرجاله عندهم نسبه تستيرون اعلى في الجسم، فدايما الرجاله عندهم موضوع الرغبه الجنسيه اعلى شويه من البنات. ولو واحد عندها تستيرون عالي شويه، يا نهار ابيض، لازم يبقى عندك صحه يا زميلي عشان اجيبك لمسه اكتاف. وطبعا نسبه التستيرون الموجوده عندهم بتساعد على الحفاظ على العضلات وعلى العظام. طب حد يقول لي يا كينج، انا اوقات بحس نفسي موكلي واوقات على الله حكايتي. ده يا صديقي لان التستيرون بيزيد في اوقات معينه في اليوم وبيقل في اوقات تانية. في المخ في نواه صغيره بتشتغل كساعه مركزيه، بتظبط النوم والصحيان ودرجه حراره الجسم والهرمونات الموجوده في الجسم. اغلب تصنيع التستيرون بيحصل وانت نايم. وقت النوم العميق الهيموثالاموس بيطلع الجي ان ار اتش، يخرج الجي ان ار اتش بشكل نبضات منتظمه، ولو النبضات دي بتطلع بشكل مش منتظم يحصل خلل في هرمون التستيرون في الجسم، فيطلع الجي ان ار اتش يخبط وينبه الغده النخاميه، يا نخاميه ما تطلعي لي شويه ال اتش. فلو الغده النخاميه مزاجها حلو تطلع ال اتش زياده، ولو مزاجها وحش تطلعه نقص. وطبعا لو زاد ال اتش فيزود هرمون التستيرون، ولو قل يقلل هرمون التستيرون. ال اتش يوصل للخصيه وتحديدا خلايا لايدنج، يا خلايا طلع لنا شويه تستيرون حلو كده في الجسم، فيطلع التستيرون في الجسم. طول الليل مفيش ولا مجهود ولا حركه، فالجسم يبني وما يستهلكش كتير، يبدا تركيز التستيرون يعلى في الدم تدريجيا لحد ما يوصل للقمه. طب وليه بينزل خلال اليوم؟ يبدا اليوم الطبيعي وتبدا تتحرك وتشتغل وتتوتر وتاكل، ويستخدم جزء منه في العضلات وفي المخ، وجزء يروح على الكبد وجزء يروح على الكلى. وخصوصا التوتر والكورتيزول لو عالي في الجسم ده يقل من هرمون التستيرون. عشان كده يا زميلي اوقات لما تصحى من النوم تلاقي نفسك وحش، وبالليل تلاقي نفسك فرخه. معلش يا صديقي ده علم. لا المفروض يعملوا يعني ليله الدخله ديت مش ليله، يعملوها نهار الدخله. يعني بالليل كل واحد ينام كده عند امه، وبالنهار الراجل يقوم يشوف حكايته الساعه 7 الصبح كده الدنيا حلوه معاه. دراسه حصلت على رجاله عتاوله، وهسيب لكم المصادر كلها تحت في الفيديو في اليوتيوب، انزلوا اتفرجوا عليه. ناموا بس 5 ساعات في اليوم لمده اسبوع، لقوا عندهم ان هرمون التستيرون نزل من 10 ل 15%، وده تاثير بالظبط كانهم كبروا من 10 ل 15 سنه. يعني لو انت عايز تبقى كده 7 8 ساعات في اليوم. النوم من 7 ل 8 ساعات في اليوم بيساعد على تصنيع التستيرون وتخزينه في الجسم. وطبعا ما ننساش ان العوامل الوراثيه والجينيه ليها تاثير مهم في تخزين التستيرون في الجسم. يعني لو بتنام كويس ومش تعبان ومش قلقان ومش تحت ضغط ومش بتاخد ادويه كتير وبرضه عندك نقص في التستيرون، خد حاجه كده على جنب وقول له ايه
وخد في اعتبارك يا صديقي تمارين معينه بتعملها للجسم لمجموعه عضليه معينه بتزود من هرمون التستوستيرون، زي تمارين السكوات والديد ليفت. فانت عمال يا صديقي تفوت تمارين الرجل يا اخي توكس. واوعى تنسى برضو قد ايه التستوستيرون مرتبط بالاكل، يعني شويه دهون زياده في منطقه البطن يحول التستوستيرون لاستروجين فيقل التستوستيرون في الدم. وبرضو لو بتعمل دايت تنشيف على الاخر وبتاخد نسبه دهون صحيه قليله جدا يقل نسبه التستوستيرون في الدم. اسلوب حياه زي اللي بيستخدمه لاعب عظيم زي كريستيانو رونالدو يقول لك الراجل ده بيعمل كل حاجه صح، بياكل 6 وجبات في اليوم، بروتين عالي، دهون قليله، كارب معقول، واكل طازه. بينظم نومه بشكل كويس وبيستخدم عده كالوريات في اليوم اللي بيعملوا ريسيت كامل للجسم زي ان النوم الكافي بالليل، وبيبعد عن السكر والمشروبات الغذائيه والكحول. وده حصل معاه في المؤتمر الشهير لما شال الكولا وبعدها وخد بدلها ميه وخسر الشركه ملايين الدولارات. اسلوب صحي وصعب تنتظم فيه مدى الحياه يخليك بحركه واحده لعده ثواني معينه تخسر شركه ملايين الدولارات، زي ما يقدر في 5 ثواني يكسبك برضه ملايين الدولارات. طب ايه يا كينج اللي بينزل من التستوستيرون؟ ما تركن انت بقى على جنب، خليني اشرح له. بعد سن ال 30 بيبدا ينزل التستوستيرون من 1 ل 2% لكل 10 سنين، ولما يكون في دهون زياده في منطقه البطن والجسم ده يحول التستوستيرون لاستروجين فيقل التستوستيرون في الدم. لو تعرف حد مليان شويه ابعت له الفيديو ده وقول له الحق نفسك. اسبوع واحد نوم قليل ومش مظبوط يقلل من نسبه التستوستيرون في الدم. عندك ستريس وتوتر دايما يقل التستوستيرون. هو لازم يكتئب يا زميلي، ما هو نوم متلخبط ومتوتر كل شويه وحاسس ان انا مش انا ايه يعني. وطبعا الامراض المزمنه وبعض الادويه العلاجيه. في دراسه مطوله حصلت في الفلبين بتقول ان الرجاله اللي بيقعدوا مع اولادهم 3 ساعات في اليوم او اكتر ده نسبه التستوستيرون عندهم بتقل من 26 ل 34% مقارنه بالعزال، وده تكيف طبيعي بيولوجي بيحصل للاب علشان يبقى اهدى كده وعنده خلق للعيال. يعني انت عشان تقعد مع عيالك 3 ساعات في اليوم تخرجهم او تذاكر لهم شويه يقل التستوستيرون عندك. انا عن نفسي لسه ما اتجوزتش، شوف انت بقى، وتيجي اخر اليوم تقول لك يا راجل. طب يا كينج لو التستوستيرون واطي عند الرجاله يحصل ايه؟ يا ابني اقعد انت بقى على جنب خليني احكي لك. التستوستيرون واطي عند الرجاله هيحصل رغبه جنسيه اقل طبعا، ويكسف نفسه يعني، وتيجي اخر الليل تقول له ما بتعرفش ده كلام. وطبعا هيحصل معاه ضعف انصاب وعدد حيوات منويه اقل ما يكمل، تعب مزمن وقله طاقه وتقل الكتله العضليه وتزيد الدهون، هشاشه عظام على المدى الطويل ويحصل اكتئاب وتوتر. طب لو زاد عن حد زي جرعات المنشطات بدون اشراف طبيب، ده يخلي يا صديقي عندك عدوانيه زياده وتقلبات مزاج واندفاعي. والله يا صديقي هتبقى ماشي كده بتلطش في اللي حواليك وشايف نفسك الواد الهس البس السس اللس اللي بيعمل كل حاجه صح. وفي طبعا مشاكل كتير جدا اعترفوا ان هم خدوا هرمونات او تستوستيرون، زي ذا روك نجم مصارعه الدبليو دبليو اي اللي اتفرج عليه اجيال وانا واحد منهم، اعترف ان هو وقت المراهقه كان بياخد الهرمونات عشان يزود الكتله العضليه ويحسن من مظهره. وطبعا احنا مش هنقول خالص ان هو خد هرمونات لحد فتره صغيره لحد ما طلع على التلفزيون بشكل خسر فيه كتله عضليه كبيره علشان يعرف يمثل افلام ومشاهد ثانيه. زي ان التستوستيرون لو زاد برضه شويه عن حده يزيد معاه الصلع وحب الشباب تضخم البروستاتا وقله الحيوات المنويه. وركز يا صديقي ركز، طب لو التستوستيرون زاد عند البنات يحصل ايه؟ يا ابني انا هقول لك يزيد الشعر في الوش شويه. والله يا صاحبي يطلع لها دقن خفيف كده وشنب عديد. مناطق ثانيه زي الصدر والبطن صوتها يعرض واضطرابات في الدوره الشهريه وصعوبه الحمل لان التستوستيرون بيقلل او يمنع التبويض الطبيعي، وبيزود برضه الكتله العضليه ويزود تساقط الشعر معاه، وبرضه بيزود الطاقه العامه وبيقلب المزاج اكتر ويخلي عندها احساس اعلى بالرغبه الجنسيه. يا صديقي انا لو اتكلمت على التستوستيرون هقعد لبكره الصبح، لو عايز تعرف اكتر هنعملها في فيديو تاني. ويكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده كده، وما تنساش تبص في المصادر تحت وتعمل لايك وشير وكومنت عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد شيمي بطل مصر والماني في رياضه الكيك بوكسنج. سلام عليكم.